ايه يا جماعة السر في بقى التدخل العام اللي عند الناس ده؟ يعني تبقى قاعد اللي جنبك عايز يشوف هو انت ماسك الموبايل ليه اصلا، إيه انت بتكلم مين، إيه ولو انت بتاكل هو انت بتاكل ايه، وحاطط عينيه في المنيو، مع انه ممكن ان نفس المنيو دوت موجود هناك، يعني عادي، يعني مفيش اوبشن زيادة عندي، بس اللي هو لازم انا اعرف فيه ايه ليه. يعني انا مش فاهمة ليه بقينا كده، ليه كتير جدا بقوا كده؟ يعني ايه الفكرة عندك في انك انت تتحشر كده في حياة حد؟ ده دوت في الحياة اللي هو كده العادية، ما بالك بقى مثلا لو حد بقى يعني ايه عارفك او بتاع وكده وعايز بقى يعني ان هو يتدخل في حياتك، يعرف تفاصيل عن حياتك، إيه اللي هو الشعور الداخلي اللي هو انا عايز اعرف انت فيه ايه. انت 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 قاعد كده بتفكر في ايه؟ يعني لو يطولوا مثلا ان هم يعرفوا انت دماغك دي بتفكر في ايه، يعني ده يبقى حاجة حلوة قوي ليا بصراحة، وانجاز كبير احب اعرفه. يعني انت عارفين والله لو كل واحد يخليه في نفسه هنرتاح كلنا، لان انت لو سمعت كل واحد يقول لك ايه المشكلة والله العظيم ان كذا، يعني حاسس ان هو بيتدخل في حياتي، حاسس ان هو السبب في ان اللي بيحصل لي، وكله تلاقيه بيتكلم في كده اصلا، يعني كله بتلاقيه بيقول كده. امال مين يا جماعه اللي بيكون السبب؟ يعني طالما كله شايف انه كله هو المؤذي، امال مين بقى اللي مش مؤذي؟ ايه المشكله لما كل واحد يخليه في نفسه؟ إيه المشكله لما كل واحد إيه ما يتدخلش او ما يفرقش معاه إيه غيره معاه ايه معهوش ايه جاب ايه ما جابش ايه؟ إيه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما انت ما يبقاش فارق معاك حاجه زي كده؟ ولو عرفت حاجة زي كده ايه المشكلة ان انت تفرح ليه؟ ايه المشكلة؟ او يا عم ما تفرحش، مش مطلوب منك ان انت تفرح، بس ما تقعدش تجيب في سيرته كتير. إيه ما تقعدش تعدده، ده جاب ده عمل ده وده وده ليه؟ فيها ايه يعني لما نبقى كده؟ على فكرة ده شيء كويس جدا. يعني انتوا عارفين حتى لو حد مثلا مش كده، يعني لو حد هو من غصب عنه هو مش كده، هو متدخل بطبعه، حلو قوي مثلا لو هو يعود نفسه، اللي هو مثلا لو حصل حاجه حلوه مثلا لحد يحاول يعود نفسه اللي هو يفرح، يعني يأهب نفسه كده، يعود نفسه، تبقى مره في مره ممكن تبقى عاده، يجرب، ممكن ربنا يكرمه بشيء زي دوت، يعني بتبقى عاده في حياته. علشان الأذية مش حلوة، العين والله يعني مش بتأذي الإنسان، ممكن والله العظيم تقصف عمر بني آدم، تقصفه يعني ما يبقاش موجود أصلا. يعني بجد نرحم بعض من اللي بنعمله في بعض، يعني خلينا في نفسنا ونشتغل على نفسنا هنرتاح، احسن من نقعد نشغل بالنا باللي حوالينا بطريقة هتأذيهم وتأذينا بعد كده. يعني يا ريت